ايه اللي حصل في نهايه المباراه؟ الكره بعدت عن طاهر. طاهر هنا مش بيلعب على كوره، نعم، ولا استخدام ولا نقول عليها انه ضرب من الخلف، لا ده سلوك برضو، ده سلوك ماشين من لعيب النادي الاهلي، كارت مباشر احمر. فطبعا هنا خلاص، هنا مفيش منافسه على الكره، الراجل عدى. دي عامله زي يا كابتن احمد بالظبط ضرب الخصم بدون كره، زي اللي احنا متعودين عليها اللي هي البوكس او الروسيه. نعم. انما دي بالقدم. هنا برافو على محمد عادل، اتخذ القرار السليم، واكيد الفار رجع معاه على القرار واكد عليه. نيجي اللعبه اللي بعدها، برضو حاله برضو مهمه في المباراه، هتبين لنا ايه اللي حصل بخصوص طاهر محمد طاهر النهارده. انا نعم. برضو عاوزين نعمل سبوت شويه عليه. هو طاهر لعب الكوره، اللي بيعمله طاهر ده بعد كده مش موجود في الكوره. بيضرب الراجل بالشالوت بس هي ما جاتش. لان اللي بيعمله ده مش في الكوره. طب القرار ايه هنا حتى لو ما جاتش؟ حتى لو ما جاتش توصل للطرد، حتى لو ما فيش تلامس توصل للطرد. ده سلوك ماشين، سلوك ده يعني اعلى، ده سلوك ماشين. الراجل لعب الكوره، انت بتضربه ليه؟ ده بعد. ده في القانون بيقول لك ايه؟ حتى لو لم يحدث تلامس. في الماده 12 اخطاء سوء السلوك، الماده 12 خاصه باخطاء سوء السلوك كده. عندنا الحاله الثانيه دي حاله جدليه نختلف فيها جدا، خطا لم يحتسب لصالح النادي الاسماعيلي. الخطا ده اما نرجع عندنا فيه كذا شق. ده لم يحتسب خالص، لم يحتسب. عندنا اول نقطه لازم نتكلم فيها، طبعا باللعبه اللي انا شايفها زي دي تمام. اما نيجي نشوف هنتفق على حاجه، لو قدم لعيب النادي الاهلي راحت لمست النجيله وبعد كده قدم لعيب نادي الاسماعيلي مفيش مشكله. انما لو راحت دايركت لا، يبقى هنا في استخدام قوه زايده، وهنا توصل للطرد، ان خلاص مفيش كره. تصل الى الطرد. طبعا لان هو دايس على انكل رجله. اول كونتاكت حصل مع قدم اللعيب القدم، فلازم هنا اعتقد لو محمد عادل ما شافهاش لانه ما حسبش، هنا كان لازم طارق مجدي يناديه ويقول له تعالى راجع. كان لازم استدعاء طبعا لان دي تصل هنا ترقى الى الطرد. طبعا لان اعلى درجات التطور تصل للطرد. دي التحام طبيعي، ما فيش خطا، اتاحت فرصه ممتازه من محمد عادل، كانت هايله بصراحه. هنا نيجي نقطه معينه، نرجع للحكم الرابع، المستلزمات اللعيبه ما ينفعش حد ينزل. لا نرجع تاني ما ينفعش بالخاتم ده طبعا ما ينفعش على احمد جمال، حكم ممتاز بس لازم يراجع مستلزمات. احمد جمال يا عيني كان الله في عونه، ده عيني كل يوم يكلموه يقولوا الحق في ماتش ناشئين في كذا، والله ما بهزر، الحق في ماتش يجري على سموحه، الحق في ماتش في ابو قير، والله مش بهزر، ده كل يوم يا عيني اللي هي ماتشات الجمهوريه اللي ما تعينتش للاسف الشديد. فطبعا احنا بننبه بس لازم يبص على المستلزمات اللاعبين. الخاتم ده ممنوع انه يلعب بيه. وفي الكوره دي بصراحه بشكر احمد عشان هو اللي قال لي عليها قبل ما اخش. انت عارف الحاجات البسيطه دي يا كابتن يعني ما ينفعش الناس. بدايه لمحمد عدل كويسه، ماتش صعب. نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.